في سنة 1969 يقدم ناجي لأول مرة شخصية حنظلة. أول ما قدم ناجي لعلي حنظلة كان وشه ظاهر مش زي ما احنا بنشوفه دلوقتي، كان عبارة عن ولد نحيف وشعره من الشوك ولابس هدوم قديمة ومقطعة وحافي، وكان كل حاجة في حنظلة ليها دلالة ومعنى. اختار انه يسميه حنظلة وجاي من حنظل، نبات صحراوي مر ولاذع، رمز للمرارة والقسوة اللي عاشها الطفل الفلسطيني بعد النكبة. شعره على شكل أشواك شبه أشواك الحنظل بالظبط، تجرح أي حد يحاول يقطه في الحقيقة. عمر حنظلة 10 سنين، وده كان نفس عمر ناجي العلي في النكبة سنة 1948. وقال ناجي العلي عن حنظلة: حنظلة هو مش مجرد طفل، حنظلة هو أنا، وحنظلة هيكبر لما أرجع لفلسطين. طفل حنظلة بقى توقيعه الثابت بعد كده على كل كاركتير هو بيعمله. الجملة دي هتكون هي مفتاح الشخصية بعد كده. طول ما الرجوع ما حصلش حنظلة هيفضل طفل. حنظلة هيطلع على طول بظهره علشان ما يتلونش ولا يبقى دعاية لأي حزب أو جماعة أو طرف. هيفضل رافض ووشه دايما مستخبي ومد ظهره للعالم. ومن بعد 1973 حنظلة خرج من الكاريكاتير للشارع على شكل جرافيتي أو ملصقات أو قمصان أو تيشيرتات مطبوع عليها حنظلة، وبقى أيقونة عربية للرفض والكرامة.